رفضوا انهم يطلعوا هذه الوثيقه في النهايه. يمكن الفرق بين لجنه ال50، وانا مش بقول طبعا انه في وثيقه دستوريه مثاليه او في وثيقه ممكن نقول انه دي اعظم دستور في العالم زي ما غيرنا كان بيقول في 2012. انا راضي عنها، راضي على الاقل على 80% من المواد اللي موجوده جواها، وحتى بعض المواد اللي ممكن حضراتكم يبقى لكم ملاحظات عليها لا تغير في جوهر الرساله انه ال50 توقف ولن ينسحب احد، لانه لم يكن هناك اجنده خاصه ولا حد من اعضاء لجنه ال50 كان في ذهنه انه يخدم مصالح جماعه او عشيره او جهه او قبيله او شله، انما كان في ذهنه الصالح العام وصالح هذا البلد وهذا الشعب، حتى لو اخطانا في بعض الاجتهادات واختلفنا ومرت علينا ايام لا انكر انها كانت ايام فيها حده في النقاش، فيها صعوبه، فيها اراء مختلفه، لكن انه تخرج هذه الوثيقه ب 247 ماده لتوافق كل هؤلاء يقول انه مصر بخير، وان احنا ممكن رغم اختلافاتنا نتوافق.